لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني هزال لوانكاين تفسير قرآن في رزبهم وخزمتان ومن بس رزامن رب العالمين وهوادان اوي آز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. برخوش وسام كلواني رابج لخزمة دوات بيروزة دابوين لآتي بيشتك رب العالمين فرمان دكا ويكوا قتال لقال أهل كتاب بكري يتهتاوكو مسلمان دبيان زيادا لوين دري وصفي أنك بيكوا أنا إيمانيا بالله تعالى وإيمانيا بروج دوينيا ليردا كميك تفصيلي بيدا أو إيماني أنا بالله تعالى كاتكوا نسبتي ولدك لبو الله تعالى والعياذ بالله وكجولك وكو ديان نصرانيا كان إتر أو انحراف يعني لمسألة إيمان بالله تعالى إتر خواهي قرد فرمكاتك ودانين ذلك قولهم بأفواههم ذلك وقوتمان لبو إشارة لبو بعيد لبرسي خواهي قرد إشارة لبو بعيد دكا لبو دور دكا لبروي أو قصي أوان دي كان زور دور لراستي زورش فضاعته قضيتي زور قباحتش قوري دي كان ذلك قولهم بأفواههم أو قصيانك وبدو زاريان دي كان وكز مخشري دلي فإن قلت كل قول يقال بالفم فما معنى بأفواههم إذا اگر بڵێ هم قسەێک بە دەوزار دەکرێت لۆ لێرە خوای گەورە دەفەرمێ ئەو قسەیان بە دەوزاریان دەکرێت دەڵێ فيه وجهان بە دوو شێوە أحدهما أن يراد به أنه قول لا يعضده برهان وبستەکە لێرە ئەوەی کەوا ئەوە مجرد قسەیەکە ما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ من معنى تحته کەواتە مجرد قسەیەکە بەسەر زمانیاندا هیچ برهان و بەڵگەیەکی لەسەر ئەو ئەساسە نییە كالألفاظ المهملة التي أجراس ونغم لا تدل على معنى زور زان هي قصة ذكري مجرد قصة كلماته هيز بلغتش لسرنية وهيز معناه الشينية إيوانج مجرد قصة كبدو زاريان دي كان هيز اعتقادي ويأخذ هيز بلغتش لسرنية وهيز وزنية لراسي ولحق الدانية قصة زور بمعناه وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب كواتا لبروي أو قولي كوا معناه هي قصي كذكر معناه هي راس تقصك بدم ذكري برا معناه كشي لضل جيجيرو برو تأثيرش لسدل مقابل هي وما لا معنى له مقال بالفم لا غير بلام أو قصي كوا زهر به معناه مجرد قصي كبزمان ذكري لضل دلون هز قدر قيمته شنية كواتا أو باعتباري كم دوام أن يراد بالقول المذهب كذلك قول بأفواههم يعني ومعناه ويكوا بدو زاري عندك كان هيز بلغيتشي لسرنيا يعني وتا أو قصيك مذهبي أوانا دلي وكو دلي قول أبي حنيفة مثلا وات مذهبي أبي حنيفة وما يقول به كان وقيل ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم لأنه لا حجة معه ولا شبه حتى يؤثر في القلوب كواتا معناه كي والدي أو مذهبي أنا أو دين مذهبي أوانا إتر بس ما نجدري دبرن لدلو لا عقلو لا يعني بلغو دليلو هيتي لسرنيا لو كاريغريش لسر دلي مقابلنيا وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبقى شبهة في انتفاء الولد كواتا خو بخوان دلين الله تعالى صاحبينية هاو سريني أدباشا من دالة شده والعياذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاتبوا اعتباره ذلك قولهم بأفواههم واتاب معناه تنهى بزمان وبدويان الديلين
هیچ بەڵگەیەکی لەسەر نییە و لە ناو دڵیش جێگیر نابی. دووەمیش ئەوە مەذهبیانە و ئەوە دین و دەیدەنیانە. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يضاهئ قولهم قول الذين كفروا من قبل من الأمم والمضاهاة المشابهة كواتا دسم خوان دشبهين بكافركاني بيشي خوان فظلوا كما ظل هؤلاء كما ظل أولئك يتروانش قمران وكو أوان كقمران وادلين. والمراد بالذين كفروا مشركو مكة القائلون بأن الملائكة بنات الله. كواتا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وتتساول مشرك كان كافر كان بيش خوان ذكن كوا إشارة لبو مشرك كان كوا دانجو ملائكة كسي خوايا والعياذ بالله أو بتصنمانش أو رمزك لبو ملائكة كواتا أو فلسفي فلسطيني ملائكة فلسفي فلسطيني أو بتصنمان بلا أوان كواتا أوان تساول مشرك كان ذكن كذلين ملائكة كسي خوايا والعياذ بالله أوانيش بيغمبران ذكنا كوري خوايا والعياذ بالله. وهذا يتم إن أريد باليهود والنصارى في الآية يهود المدينة ونصارى نجران في عهده صلى الله عليه وسلم. كواتا أجر ما بستكلر أو زولك وديانا نبو كوا لمديني موجود بون يعني بتايبتين نصرانية كان نجران ويهودية كان كوا لمدينة موجود بون لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. كواتا تساوي أنا مشركان مكة ذكر كوا مشركان مكة دانجو ملائكة كتي خوايا وهو وجه في الآية كما تقدم فإنهم سبقوا من أهل مكة بالكفر به صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بهم قدماؤهم. كواتا أول زمان في نصهم ديارك كواتا والمشركان أهل مكة كان كوا فيش بختوا أن كفريان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم. وهندي إجدالين ليردا ما بستكتشية قدماؤهم وأني بيشيني خوان تساوي لوان كديا يعني أن من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يضاهئ قولهم قول قدمائهم. كواتواني لزمان بيان صلى الله عليه وسلم بون تساويان لشي ذكردوا لكافركاني بيشي خويان لا باب بابيرانيان والمراد عراقتهم في الكفر أي أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث. كاتما بس ليردا واتأو كفر نوينية هو لقديمه لباب بابيرانيان لبان بزيما كوا أو كفر أو قباحة قوري هذا كان إنزا أخوي قرد فرمي قاتلهم الله أي لعنهم خوا لعنتيان لبكا لو لعنت بمعنى قتل هاتيا لبروي وكل حديث يقدا هاتيا كبيان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسيك لعنت لكسيك وكوي كوا كشتي كسيك لعنتيا وتدور بلا رحمة خوا كسيك يدور بلا رحمة خوا وتكشتت إذا قاتلهم الله خوا لعنتيان لبكا بوي كوا ببشام كلا رحمة خوي أو فعلا قتلهم يعني خوا بيان كجي أو عاداهم يعني تخوا دجمناتيان لقلبك أو تعجب من شان أو تعجب من شناعة قولهم كواتا لسر جايك ودي ياخذ لسأساسه ودي أو قاتلهم الله لبر قباحتي إيش كان فعلا شاني وأن كبيام قلت قاتلهم الله أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بتشويق أوان لو حق لا ددرين برو باطل درون. لحديث ذاك أبي سعيد الخدري دجرته كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي إذا كان يوم القيامة كاتك وروج القيامة داده أذن مؤذن بانك داريك بانك داو دليه ليتبع كل أمة ما كانت تعبد هر أمتك تسيد برز لدنيا باب دوي أو دابروا فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. كواتا غير أوانك تنها الله دا برسن إتر أوانك هر يق لوانك واشتيش دا برز لا بتو الصنم ولا طاغوتك ولا هر كسك بدواي دا دروا حتى ديبات النار جهنم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر تركسنا من تنها أوانا نبي كوا الله يدبرست أو ذات ساكا خرافة بخوي مهم الله يدبرست وغبر أي بقايا أهل الكتاب وهو بقايا أهل الكتاب دمينين فيدعى اليهود يهود بانك دكرين فيقال لهم ما كنتم تعبدون بجول كذا قلت لي أنقوت ستان دبرست قالوا كنا نعبد عزير ابن الله أما عزير كري خواما دبرس والعياذ بالله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد يتر بيان دا قلت لي درو تانكر الله تعالى نهاو سري هي نمن داري شي هي فماذا تبغون دي تيتان دوي
قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا أنا خوا تيني بوينا تينينا دي خوا آوان بدي فيشار إليهم ألا تريدون إشارة يعني لو ذكره ناسنا أوين دري آيب خون فيحشرون إلى النار كأنها سراب سبحان الله دبردرين برو جهنم لدورو وكو سرابك آوغ ليان ديارة يحطم بعضها بعضا يتر أو جهنمي كوا فعلا لقرماتيان تقدش شيء وتخوي خوي دخواتوا فيتساقطون في النار يتر فرد النار جهنم خابنا من دا ثم يدعى النصارى نصراني كان باق ذكري عيني بيان قلت لي أنقو زتان دا برست أو نجد أنقو مسيح مان دا برست كوا كوري الله والعياذ بالله عيني بهمان شوبانج دا قلت لي درو تانكر الله تعالى نها وسريه نكر عيني بهمان شوبانج بيان دا قلت لي تسي تان دوي دالين عيني تيني بويني يا رب خوايا أو ما بدي عيني إشارة يعمل لو ذكري لبو جهنم وبيان قلت نار أو بخونوا كوا عيني جهنم وكو سرابق ليان ديارة بهمان شيء وأوانيش فريد دريتنا وآقر خوابنا من دا حديثكش إمام بخاري مسلم روات كلا ولفظكش لفظي مسلمة لا تفسير سعدي ضلي هذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه لو يضلي يعني زور عجيبة أمتي شي قورو زور همويان متفق من لسر قولك كواب بسيط ترين فكر كرنوا بلقي لسر باطلي أو قوله عجيبة فإن لذلك سببا أدي باشا لبرتي أنا متفقا لسر أو قصيك هربا بعستن فكري يبكر دزان سند باطل وناحقة دل السببك أو وكو أو آتي دواتريك أخواي قول دفرمي لسر أو أساسي أو أنا وها قمرابوين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم تفرمي بريو أنا علماء كان خوان جولك وديان أحبار علماء جولك رهبانيش عابد كان نصرانية أوانو مسيحي كوري مريم عيسى كوري مريم يعني كردبوا پروردگار لغير الله تعالى سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا خو فرمانه بينك أو بتنها بونبي كوا يك پرستراوي بحق برس كالله لا إله إلا هو هيز پرستراوي بحق نتنها أو نبي سبحانه عما يشركون فأكم من الزهل لو شركي أوان لبوي برياردان والله اتخذوا أحبارهم أحبار وكل تفسير قاسمي دلي أحبار علماء جولك كان كجمع حبرة أو جا حبري شبيد قوتري حبري شبيد قوتري بكسر بفتح حردشتوا ورهبانش جمع راهبة بمعنى المتعبد الخاشع الزاهد لكن نصراني كان راهب أو كسيكوا متعبد الخاشع الزاهد أو كسيكوا خويك لك طلع لو عبادة خشوعي بيو ديارة بحساب زاهدة بنيازة لدنيا وأصل الترهب عند النصارى أصلي رهبانية لا نصراني كان لسهاتيا التخلي عن أشغال الدنيا وازهنان لهم مشغلة الدنيا وترك ملاذها وازهنان لخوشكان الدنيا والزهد فيها بين يازبون برامبر بدنيا والعزلة عن أهلها دور كوتنا لأهل دنيا لا جيجايق لا جيجايق خويق لا ذكاتو عبادة دكا بحساب خوي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لا تفسير الرازي دليه كو أوانا أحبار رهبان كان خوان كذب وپروردگار لغير الله لخوار الله رازي دليه الأكثرون من المفسرين زور بمفسر كان دليه ليس المراد من الأرباب إنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم بس ليرة خو بس يعني وكان فعلا أو دنيا بر ودبن أو خوانك دنيا بر بل مراد أنهم أطاعون في أوامرهم ونواهيهم ما بس أوي كوا بوشيوي جورالي فرمانكاني أحبار رهبانكاني خوان ذكر وكو إطاعي خوا ذكر ببي أوي بقرين وسر أصلي كتابة كان مزان داخوا أو قصاني أحبار رهبانكان دي كان آلي كتابة كان دقون زيانا إتر بكوري جورالي أحبار رهبانكان ذكر وكل حديث الزيات الرون دبيتوا كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم باز ذكاتن كاتك
حديثك إمام الترمذي وطبراني رواية كرا عدي كري حاتم خوالي رازيبي تفرم كاتك وتشوم خدمة بيان صلى الله عليه وسلم صليبك لم بو لزير بو بيان صلى الله عليه وسلم فرموي اطرح عنك هذا الوثن وتأوثنا لملت كده في ريبده بيان صلى الله عليه وسلم ناوي لصليبنا وثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض من الخشب والحجارة كصورة الآدم والصنم الصورة بلا جثة كواتا همو اشتيك كوا يعني وثن أوي كوا حرك اشتيك كوا حيكلش لبدروز بكريتن لا جواهر الأرض يعني لا مادي زوي أو زير بي زيو بي دار بي برد بي أوا بيغوتي وثن صنمش الصورة بلا جثة الصورة بلا صنمش أو كوا تنها رسمة ببيع أو كوا هيكلي هبيتن والله أعلم إتبيان صلى الله عليه وسلم بعدي كري حاتم ضلي أو ثنا لملد بكوا ضلي أمنيش فطرحته فريم ده وجملة بيان صلى الله عليه وسلم أو أتي دخين دو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أو آتي دخين فتاة أبو قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم إما أحبار رهبان كان خمان ندى فرست قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه أوي كوا أوي أوان ديان كر أوي كخوا حلال كردي حرامي ذكر أنجوج بحرام تاندزاني ويحلون ما حرم الله فتستحلونه وأوي كوا خوا حرام كردي حلال يعني كأنجوج بحلال تاندزاني طلع قلت بلى تبلا بلى وما قال فتلك عبادتهم أو عبادتين جوبو لبو أوان ديار أو بابا تشتيت الماء بس بكين لباري أو آتا بلام لورتوابون كالدوستين ببشتوان رب العالمين لواني داهتو دين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون